بنتي استنى. ده انا بنفض الملايه. الملايه اللي انت بتنفضيها بنفضها. ايوه الملايه ايه برضه؟ الملايه بتاع السرير. بتاخد الملايه في السنه ليه؟ كده هو اللي كده الملايه. بصي يا لا هبطت خالص. يا قاعده انفض من الصبح يا شمس لما طلع عيني. هبطت بجد. انت بتلف. طب انت بتنفضي الملايه ايه اللي يخليك تلف في كل عادتها؟ دماغي بتلف. دماغي بتلف مع دماغك؟ دماغي بتلف يا حبيبه قلبي. خدي اقول لك بقى. انا عايزاك تدخلي تعملي شويه حاجات جوه ماشي، وخدي نفضيها. خد نفضها؟ طبقيها ودخليها. ما انا نفضتها كتير. دخلي بقى نفضيها. على فكره انا مش مرتاحه لك. ليه بعد غير اول يومين دول وما اعرفش بالظبط انت في دماغك ايه وعايزه ايه مني بالظبط. انا مش عارفه اصلا نفسي عايزه ايه من نفسي. ادخلي جوه. خش جوه؟ ماشي يا ماما. ماشي حبيبتي. بس انا صحيه لك وفايقالك. امسكي. صحيالي على اساس ان انا نايمه يعني ولا حاجه؟ ايه صحيالي وفايقالي دي؟ البت دي تقصد ايه؟ يا شمس بخاف منك. البت كنزي هبله. ماشي الهم خالص. انت كت ايه يا ماما يا حبيبتي بتعملي ايه؟ مفيش بنفض الملايه. بتنفضي الملايه؟ طب بتنفضيها ليه يا ماما؟ طيب كده. ادخلي جيبي يا حبيبتي. طيب انا انفضها يلا يا حبيبتي. نفضها جوه فين؟ يا بدل ما تتعبي نفسك. يلا مفيش. ماشي يا ماما هاتي عنك. خلاص خدي. انا انفضها لك. انا جوه ما تتعبيش نفسك. اقعدي انت. ايوه ما انا بقول هبله. ماشي حبيبتي. ماشي يا حبيبتي. خدي بقى المفتاح. انا باكل. انا انفضها لك. عايزه حاجه تاني؟ طبقي الغسيل واغسليه. حاضر. مش عايزه حاجه من تحت؟ لا ما تنزليش تحت دلوقتي. اشمعنى يعني يا ماما؟ فيها ايه؟ لا ولا حاجه. مش عايزه اتعبك. ادخلي اعملي اللي بقول لك عليه يا ماما. عليا ليك يا ست الكل. يا اختي انا كنت خايفه خالص تاخد بالها. الحمد لله. يا رب انت اللي عالم. يا رب يهديهم. ايوه يا حاجه عبد السميع. انا عايزاك تقولي مين طلع النهارده عندنا. ايوه. ما انت هو ايه اللي ما بتاخدش بالك؟ امال انت المفروض بقولي ازاي؟ مش فاهمه. طب بعد اذنك يا عم عبد السميع بعد كده تاخد بالك كويس قوي. انا عايزه اعرف مين اللي طالع ومين اللي نازل، وتسالني طالع عند مين. تبلغني فورا. اول ما تشوفني تبلغني فورا وعلى طول. ولا ده بقى مش شغلك. انت تعمل اللي انا بقولك عليه وخلاص. تمام ماشي. سلام. ماشي يا ماما. انا مش هوصلك اللي في دماغك. انا عارفه انت عايزه تعملي ايه، بس يا انتي قولي بقى يا ماما ايه اللي بيحصل من ورايا بالظبط. ايه يا حبيبه قلبي؟ انا عايزه اعرف مين اللي بيطلع لك هنا كل يوم واحنا مش موجودين. مين ده يا ماما؟ بكلمك. عايزه ايه؟ مين اللي بيطلع لك هنا واحنا مش موجودين؟ ايه يا بنتي انت اتجننتي؟ مين اللي هيطلع لك؟ يستنى. عارفه اني ست محترمه وكل حاجه، لكن حاج عبد السميع قال اللي بيطلع لك النهارده شابين. فتان. يعني دي حقيقه. ايوه مين بقى؟ بصي عريسين، عريس ليكي وعريس لاختك كنزي. والله اللي انت بتبيعينا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي الدرجه دي احنا تقال على قلبك؟ لا مش تقال ولا حاجه، بس كل ام عايزه تطمن على اولادها، فانا عايزه اطمن عليكم واختار لكم ارسام حلوه تستاهلكم. تعالي بقى خديني في دوكه واقعدي تكلميني وقولي عريس ومش عريس. انت عارفه انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. ليه؟ الواد نور زي العسل كده وقمر يعني هو مش قمر قوي بس قمر. هو اللي مش قمر قوي بس قمر؟ ايه انا عايزه بقى اعرف المفهوم اللي في اللي انت قلتيه. يعني واد كويس ودمه خفيف كده ويناسبك. يا ماما بعد اذنك عشان خاطري فكك مني بقى. انا ما بفكرش اصلا في الجواز. نور ايه وبتاع ايه؟ انا عايزه اطمن عليكي يا بنتي، ربنا يهديكي. لا اله الا الله. هو انا اشتكيت لك؟ ما انا عايشه حياتي زي الفل، بشتغل وبرجع. اعمل لك اكتر من كده؟ مش بشتغل وباخد بيكي فلوسك. انا عايزه اطمن عليكي. وانا مش عايزه اطمن على نفسي. انا كده كويسه ومبسوطه. فبعد اذنك شيل الموضوع ده من دماغك، ويا ريت الحركات اللي انت بتعملها ده ما تتكررش تاني. عيب ما تقولي لامك حركات.
ايوه هي كده حركات. لما انت تدخلي واحد البيت ورايا وتخبيه بالملايه ودماغي بتلف وبلف ورا الملايه علشان خاطر انفضها، ماشي اتمنى يكون الشاب اللي كان عايز يتقدم لي واقف ورا الملايه. والله كتر خيره ان هو عايز يتجوزك، يعني هيتحملك ازاي؟ انت اصلا ما حدش يتحملك. يلا انا محدش يتحملني. ايوه قومي اعملي اكل اللي جوه. ماشي قومي. ماشي انا اشوف الموضوع ده بقى. شوفي حق عليا، عايزه اطمن عليكي انت بالذات، مطلعه عيني وفتح قلبي يعني يا كنزي هبله يا ابني. ما تركز مالك متوتر كده وعمال تنعش لي في ايدك ورجليك. يا حماتي انا بحب شمس بصراحه وانا شاريها، بس انا مش عارف بصراحه يعني هي عايزه ايه. وبعدين كان ايه لازمه حوار المنايه اللي انت عملتيها دي؟ ما انا مش عايزاها تشوفك عشان هي رافضاك، فانا بحاول اقنعها يا ابني. يا حماتي انا شاريها عايزها تيجي من غير اي حاجه، انا متكفل بكل حاجه، وبعدين انا معايا كل حاجه وجاهز، ذهب شقه كل حاجه موجوده. اجيب لها ده كده يشرف، اجيب لها اللي هي عايزاه، انا بحبها والله وشاريها، بس انا مش عارف يعني هي ليه منشفه دماغها. واحده واحده هتوافق، مش كل حاجه مره واحده، الدنيا ما اتبنتش يا ابني في يوم واحد. ان شاء الله خير، لعله خير. لعله خير وكل حاجه. طب انا هترد عليا امتى؟ كله باوانه هرد عليك. ما هو اصل انت برضه في حاجه ما تعرفيهاش، انا برضه مسافر، انا جاي لي شغل في الامارات بصراحه، وشغل حلو يعني وفلوسه حلوه، فالمفروض ان انا هسافر، فكنت عايز اخلص. ان شاء الله هتتجوزها وتاخدها معاك. ماشي، انا كنت عايز اخلص بسرعه في حوار الجواز بقى. في خلال ايام هديك الرد ان شاء الله. خلاص يعني يا حماتي؟ خلاص يا حبيبي. بقول لك ايه، قوم قبل ما تيجي وتشوفك يعني مش هيحصل كويس. طيب عشان ما يبقاش فيها ملايه تانية بقى. طيب يلا. اتكل على الله. عايزه حاجه؟ لا الملايه اتفقست. ماشي سلام. مع السلامه. والنبي واد ابن حلال، وكمان هيروح دوام الخليج وهيجيب لها دهب وشقه وكله، ده حاجه ببلاش. البت دي مش بتفهم ولا ايه؟ لا ده لازم اقنعها. نعم يا ماما، انت ناديتي عليا، عايزه ايه يا حبيبتي؟ بص يا حبيبه قلبي، قولي لي. عارفه انا بقول كنزي طيبه، انت عارفه وبتسمع كلامي حبيبتي، بس اسمع كلامك في ايه بقى؟ انا عايزه اطمن عليك وعايزه اجوزك. الواد اسلام عسليه وبيحبك. ماما ما تجيبليش سيرته تاني، انا ما بحبوش اصلا. بعدين انت ليه عايزه تجوزيني غصب عني؟ وانا قاعده على قلبك، ما انا قاعده ما بعملكيش اي حاجه وباجي بس على النوم. بص يا حبيبتي، كل واحده عايزه تطمن على بنتها. ماشي يا ماما، بس انا لسه صغيره ومش عايزه اتجوز دلوقتي. هنعمل فتره خطوبه. لا يا ماما طبعا انا مستحيل اتخطب لواحد ما بحبوش. مع الايام هتحبيه. مستحيل هحبه، مستحيل هحبه. ازاي يعني مستحيل؟ اسمعي كلامي. يا انا ماما لما اتجوزت ابوكي ما كنتش بحبه اصلا ولا كنت طايقاه. طيب يا ماما على فكره بيكدبوا عليك اللي بيقولوا لك مع الوقت الحب هيجي وما اعرفش ايه والكلام العبيط ده. حصل عن تجربه، اسالي امك. ما بيجيش يا ماما، انا مش هتجوز واحد ما بحبوش. اصبري لما احب حد كده كويس ابن ناس. لا يا اختي انا اللي اختار لك، وعارفه انا مستقبلك مع مين؟ مع اسلام. اختاري لي يا ماما بس مش دلوقتي، انا مش هتجوز دلوقتي. بقول لك ايه يا بنت، روحي دلوقتي المطبخ وتتعدي، بس هتتجوزي اسلام. مش هتجوز يا ماما اسلام ولا خيرة، ايه القرف ده؟ يا اختي البنات بتتنشأ على الجواز والنادي رافضين الجواز. طب انا اعمل ايه؟ انا عايزه اطمن عليهم، هم مش فاهمين ليه. انا نفسي اطمن عليهم هم الاثنين قبل ما يجري لنا حاجه. ازيك يا حماتي يا مستكبر؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ عارف انا بحب فيك ايه؟ حبيبتي. ان انت واد فرفوش كده وبسيط، حبيبتي يعني مش زي الشباب الفرافير. المهم بس ما تاخدنيش في دوك، انت عملت لي ايه في الحوار بتاع كنزي؟ خلاص هانت. بقول لك ايه، فاضل على الحلو. لما الحلو ده ما بيجيش وهي مش طايقاني، ده لما بتشوفني على السلم ما بتبصليش اصلا في وشي. ممكن تبصيلك. اهدى على الرز لما يستوي يا ستي، ما انا عمال اهدى 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 لحد ما جالنا محروق. لا محروق ولا حاجه، اهدى بس. يا لهوي. انت عارفه المشكله في ايه؟ ايه؟ اللي انا حسدتها والله، حسدتها هجيب لها كل حاجه. ما انا عارف. لا بس هي ترضى عني. هترضى عني اما اقول لك كلمه تسمعها. خلاص انا اخد كلامك ثقه. عيب عليك. لا خد شويه ربي كمان، سله فوق وانت ماشي في الطريق. هاتي. ماشي. بص في صوره سودانيه اهي. ماشي. هلا
ماشي يلا، عايزه حاجه؟ لا سلامتك يا حبيبي. يلا سلام. يا اختي لما جبت شويه لب جيب لي شويه لب. طب اللب ملوش حاجه تانية حلوه الا كيلو فاكهه كده ولا كيلو بسبوسه. يلا معلش بكره خليكم تجيبوا كل حاجه. ايه يا ماما ناديتي عليا انا وشمس، خير عايزه ايه؟ بص بقى انت وهي ابقى كده الاول عشان طبق القشر ده. هو انت على طول بتاكلي لب كده؟ انا بحب اكل اللب. نعم يا ماما. ماشي يا ماما خشي في الموضوع على طول. بصوا يا بنات انا بحبكم وخايفه عليكم يا ماما. وعايزه اطمن عليكم، وما صدقت الاتنين شابين حلوين وسيمين عايزينكم ومستعدين لكل طلباتكم. هو احنا بايرين؟ يا مؤاخذة يعني احنا لسه صغيرين على فكرة، يعني اصبروا علينا شوية حتى على الأقل نكبر شوية ننضج نعيش حياتنا. تمام يا أختي. بقول لك ايه يا بنات، انا عايزه اطمن عليكم قبل ما يجرى لها حاجه. بشر عنك يا ماما، بس الموضوع ده لسه بعيد عنه. معلش وافقي عليهم، هم شباب زي الورد. خلاص يا ماما اللي انت تشوفيه. ماشي يا ماما. خلاص شوفي اللي انت عايزاه كله احنا هنعمله، برضه مش هنقدر نزعلك، انت امنا وملناش حد غيرك. طبعا انا قلبي على مصلحتكم. اكيد طبعا. وبختار لكم اللي يناسبكم. اكيد يا ماما. بيقول المثل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. ايوه صح. انا مش ده اللي هيريحك حبيبتي. خلاص اعمل لي اللي يريحك. خلاص ولا انتوا رايكم ايه؟ اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ هما اتنين عرسان عايزين يتجوزوهم، انا قعدت معاهم وهم مستعدين لكل حاجه. البنات معرفش ليه رافضين بس انا اقنعتهم. هل كنت اسيبهم يختاروا هما ولا اقنعهم؟ عايزه رايكم في الكومنتات.